على ما قدمتموه من جهود وقد عاينتها عن قرب. كان لي الشرف في ذلك بكل تضحية وبكل إخلاص. كما قلت دائما الهدف هو أن الفريق الوطني يمشي إلى الأمام. اليوم عندنا واحد الموضوع مهم بزاف كيهم الكرة المغربية. الآن مرحلة كبيرة سالت ومرحلة جديدة بدأت. تجربة وليد الركراكي مع المنتخب المغربي انتهت وبشكل رسمي. تجربة اللي غادي تبقى مكتوبة بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المغربية والعربية وحتى الإفريقية، حيث تحت القيادة ديال وليد الركراكي يقدر المنتخب يحقق إنجازات ما سبق لحتى شي منتخب عربي أو إفريقي دارو. هذه الإنجازات اللي كان أهمها وصول المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم بقطر 2022، إنجاز خلى العالم كامل كيهضر على أسود الأطلس وخلى الكرة المغربية تدخل التاريخ من أوسع الأبواب. ولكن كما كيوقع دائما في الكرة كل مرحلة عندها نهاية، ودابا المنتخب المغربي غادي يبدا مرحلة جديدة مع مدرب جديد، مدرب مختلف بزاف على اللي سبقوه، مدرب ما كانش لاعب دولي، بل أكثر من ذلك ما كانش حتى لاعب محترف، ورغم ذلك قدر يصنع اسمه في مجال التدريب. فشكون هو محمد وهبي المدرب الجديد لأسود الأطلس؟ في هذا التقرير الخاص غادي نحكيو القصة الكاملة ديالو، كيفاش بدا من التعليم وكيفاش دخل لعالم التدريب، والدور ديالو في صناعة جيل بلجيكا الذهبي والإنجازات الكبيرة ديالو مع المنتخب في مونديال الشباب، القصة ديال البطاقة الخضراء، الأعمال الإنسانية ديالو، والأسباب اللي خلات الجامعة الملكية المغربية تختاروا بدلا من مدربين آخرين. فخليكم معنا للنهاية. لكن قبل ما نبداو هذا الفيديو نتمنى انكم تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك في حالة كنتو اول مره كتشاهدونا، ديروا معكم واحد الجيم وخليونا شي كومونتير تحفيزي على بركه الله. محمد وهبي تزاد نهار 7 شتنبر 1976 في مدينة سكرابيك، وهي وحدة من البلديات التابعة للعاصمة البلجيكية بروكسل، ولكن الأصل ديالو مغربي وتحديدا من منطقة الريف بمدينة الناظور. بحال بزاف ديال الأبناء الجالية المغربية في أوروبا، وهبي تربى بين ثقافتين مختلفتين، الثقافة البلجيكية اللي عاش فيها والثقافة المغربية اللي كانت حاضرة بقوة في الدار ديالهم. ومن الصغر كان عنده حب كبير لكرة القدم، ولكن اللحظة اللي زادت شعلات هذا الشغف كانت سنة 1986 كأس العالم بالمكسيك. في ذاك العام المنتخب المغربي دار إنجاز تاريخي في مونديال المكسيك، وهو أول منتخب عربي وإفريقي قدر يتأهل للدور الثاني من هذا الكأس. الإنجاز ديال أسود الأطلس في مونديال 86 كان عنده تأثير كبير على الطفل محمد وهبي اللي كان العمر ديالو آنذاك 10 سنوات، ومن ذاك الوقت بدا يحلم أنه يولي لاعب كرة قدم محترف، ولكن الحياة ما كانتش دائما كتسمح بالأحلام بسهولة. محمد وهبي حاول يلعب كرة القدم وكان كيبغي الاحتراف، ولكن الحقيقة اللي واجهها مع الوقت هي أن الموهبة ديالو ما كانتش كافية باش يوصل للاحتراف. وهنا دار واحد القرار اللي مهم في حياته، قرر يركز على الدراسة ديالو داخل كلية التربية وتخرج منها باش يولي أستاذ. ولكن حتى وهو كيخدم في مهنة التعليم الحلم ديالو بكرة القدم ما خرجش من قلبه، وبالعكس بدا كيفكر كيفاش يقدر يجمع بين المهنة ديال التعليم وحب كرة القدم. ومن هنا قرر يتخصص في مجال التكوين وتدريب اللاعبين الشباب، وأول فرصة فتحت له في عالم التدريب كانت سنة 1997، وهذه كانت هي نقطة التحول الكبيرة. محمد وهبي تلقى اتصال من نادي ماكابي بروكسل البلجيكي. النادي عرض عليه يخدم مدرب للفئات الصغرى، وكان وقتها مازال صغير في العمر، ولكن وهبي وافق مباشرة، ومن هنا بدأت المغامرة الحقيقية. في هذه الفترة كان كيخدم مدربا للفئات الصغرى، وفي نفس الوقت كان كيخدم كأستاذ في مدرسة اسمها شاربوليس، يعني كان كيعيش حياة مزدوجة، أستاذ في النهار ومدرب كرة في الأوقات الأخرى. وهبي قال في واحد الحوار أن هذه التجربة كانت نقطة تحول كبيرة في حياته، حيث العمل مع الشباب وتحضير الحصص التدريبية ساعدوه بزاف باش يطور المهارات ديالو، حتى الشخصية ديالو تبدلات. قال أنه في البداية كان ما كيقدرش يهضر بزاف، كان خجول بزاف، حتى أنه كان كيتردد يهضر قدام التلاميذ ديالو، ولكن مع الوقت التدريب علمو كيفاش يقود مجموعة وكيفاش يتواصل مع الناس. ومن هنا
اكتشف أن الشغف الحقيقي ديالو هو التدريب. مرحلة أندرلخت كانت مهمة. في سنة 2003 جاء العرض اللي غادي يغير مسار الحياة ديالو. محمد وهبي انضم إلى أكاديمية نادي أندرلخت البلجيكية، وأندرلخت معروفة أنه واحدة من أقوى المدارس الكروية في أوروبا. وهنا بدأ وهبي رحلة طويلة دامت 17 سنة. خلال هذه المدة درب تقريبا جميع الفئات السنية، تحت 10 سنوات، تحت 15 سنة، تحت 17 سنة، وحتى تحت 21 سنة. يعني راكم تجربة كبيرة بزاف في مجال تطوير اللاعبين الشباب. ومع مرور السنوات ولا واحد من أهم الأسماء في التكوين داخل هذا النادي، بل كان عنده دور في صناعة وتطوير مجموعة من اللاعبين اللي ولاو نجوم كبار، ومن بينهم يوري تيليمانيس، جيريمي دوكو، وكذلك النجم المغربي بلال خنوس. هذه الأسماء اليوم كتتعلق في أوروبا، ولكن البداية ديالها كانت مع مدربين بحال محمد وهبي. الانجازات الاوروبيه ديالو المهمه: في سنه 2015 قدر وهبي يقود فريق اندرلخت تحت 21 سنه لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا للشباب. وهذا الانجاز كان مهم بزاف لانه كيأكد الجوده ديال العمل اللي كان كيقدم. وفي نفس الفتره خدم كذلك كمساعد مدرب للفريق الاول لنادي اندرلخت، وكان المدرب الرئيسي هو بيسنيك هاسي. وهذا الشيء زاد عطاه تجربة إضافية في المستوى الاحترافي. في 2018 حصل محمد وهبي على أعلى شهادة تدريبية في أوروبا، وهي رخصة اليوفا برو. وهذه الرخصة ما كيحصلوش عليها إلا المدربين اللي عندهم تكوين عالي وتجربة كبيرة. وهذا كان دليل آخر على أن وهبي بدا كيبان الاسم ديالو بقوة في مجال التدريب. من بعد 17 سنة مع نادي أندرلخت، وهبي غادي يخوض واحد التجربه قصيره في السعوديه، حيث قرر ياخذ تجربه جديده. في صيف 2021 مشى للسعوديه باش يخدم مساعد مدرب في نادي الفتح، وكان المدرب الرئيسي هو البلجيكي يانيك فيراري. وهذا المدرب كان صديق قديم ديالو من ايام اندرلخت، ولكن هذه التجربه ما طولاتش بزاف لان محطه جديده كانت كتسناه، وهي العوده الى المغرب. في مارس 2022 تولى تدريب منتخب المغربي تحت 20 سنة. البداية ما كانش سهلة، حيث تعرض لانتقادات كثيرة بعد عدم تأهل لكأس إفريقيا للشباب 2023، ولكن الجامعة الملكية المغربية قررت تعطيه ثقة وفرصة أخرى، وهذه نقطة تحسب لها. وهبي استمر في العمل وبدأت النتائج تظهر مع الوقت. أول الألقاب: سنة 2024 فاز مع المنتخب المغربي للشباب ببطولة اتحاد الشمال الإفريقي، وبعدها وصل للنهائي كأس إفريقيا للشباب 2025 وحتى المركز الثاني. ولكن الإنجاز الأكبر كان في السنة نفسها، إنجاز تاريخي في مونديال الشباب 2025 بتشيلي. محمد وهبي صنع التاريخ، قاد المنتخب المغربي تحت 20 سنة للفوز بكأس العالم للشباب، وبذلك أصبح المغرب أول منتخب عربي يحقق هذا اللقب. وهذا النجاح زاد فهم القيمة ديال محمد وهبي كمدرب. محمد وهبي كان عنده دور كذلك في إقناع بعض لاعبي المهجر باش يمثلوا المغرب، من بين هاد اللاعبين شمس الدين طالبي. وهذا الدور مهم بزاف بالنسبة للكرة المغربية، لأن عدد كبير من المواهب كيلعبوا في الأندية الأوروبية. وسبب هذه النجاحات الجامعة الملكية المغربية كلفاتو في ديسمبر الماضي بتدريب المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة. ولكن بعد فترة قصيرة فقط جاء القرار الكبير: تعيينه مدربا للمنتخب المغربي الأول. لماذا اختارت الجامعة الملكية المغربية محمد وهبي بدلا لوليد الركراكي؟ بزاف ديال الجماهير المغربية كانت كتفضل اسم آخر، وهو المدرب طارق السكيتيوي، خصوصا أنه فاز مع المنتخب المحلي بكأس إفريقيا للمحليين وكذلك كأس العرب. ولكن الجامعة المغربية كانت عندها رؤية مختلفة. المنتخب المغربي اليوم داخل مرحلة جديدة. بعض نجوم المونديال قطر خرجوا من المنتخب بحال حكيم زياش اللي عاش فترة صعيبة مؤخرا، والقائد رومان سايس اللي عانى من الإصابات واعتزل دوليا، وأسماء أخرى مستواها تراجع. لهذا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فضلت مدرب عنده خبرة في التعامل مع اللاعبين الشباب.
وهذا بالضبط المجال اللي كيتميز فيه محمد وهبي. كاين سبب اخر مهم اللي خلى الجامعه المغربيه تختار محمد وهبي. الجامعه الملكيه المغربيه كانت متاثره بتجربه المدرب الاسباني لويس دي لافوينتي. هذا المدرب كان ناجح مع الفئات السنيه قبل ما يتم استدعائه للمنتخب الاول، والنتيجه كانت ايجابيه جدا. لذلك الجامعه الملكيه المغربيه تامل ان يتكرر نفس السيناريو مع محمد وهبي. الطاقم الجديد حسب التقارير الإعلامية، الجامعة الملكية المغربية كتفكر تخلي رشيد بن محمود كمساعد أول للمدرب محمد وهبي. وكاين كذلك اسم مدرب برتغالي جواو ساكريمنتو، وهو مدرب معروف خدم سابقا كمساعد مع جوزيه مورينيو في توتنهام، وكذلك خدم مع كريستوف غالتيه في باريس سان جيرمان. كما يتم الحديث أيضا عن إمكانية وجود يوسف حجي كمساعد. الأعمال الإنسانية اللي معروف بها محمد وهبي بعيدا عن كرة القدم، محمد وهبي معروف كذلك بالأعمال الإنسانية ديالو. هو سفير لواحدة من المنظمات الخيرية، وساهم في جمع تبرعات باش يتم توفير أطراف صناعية للاجئين الفلسطينيين والمصابين المدنيين بعد الحرب على غزة، وهذا الشيء كيخليه يحظى باحترام كبير. حتى نادي ديبورتيفو باليستينو التشيلي المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية قدم له قميص النادي كهدية قبل نهائي مونديال الشباب. بالنسبة لقصة البطاقة الخضراء، في مونديال الشباب الأخير وقع موقف تاريخي خلال مباراة المغرب وإسبانيا. محمد وهبي استعمل البطاقة الخضراء، وهي آلية جديدة تسمح للمدربين يطالبوا بمراجعة اللقطة عبر الفار. وهبي استعمل في الدقيقة 78 بعد احتساب ركلة الجزاء لإسبانيا، وبعد مراجعة الفيديو الحكم ألغى القرار، بل أعطى بطاقة صفراء للاعب الإسباني بسبب التمثيل، وبذلك أصبح وهبي أول مدرب في التاريخ يستخدم البطاقة الخضراء بنجاح. الجدل في إفريقيا، رغم إنجاز تاريخي ديال التتويج بمونديال الشباب، محمد وهبي ما فاش بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2025. الجائزة ذهبت للمدرب البرتغالي بيدرو بوبستا مدرب الرأس الأخضر. وهذا القرار أثار جدلا كبيرا، حيث كثير من المتابعين اعتبروا أن وهبي كان الأحق بالجائزة بعد الإنجاز العالمي مع المغرب. ختاما، والآن مرحلة جديدة تبدأ في تاريخ المنتخب المغربي. مدرب شاب، فلسفة مختلفة، ورهان كبير على المستقبل. الهدف القريب هو كأس العالم 2026، ولكن الهدف الأكبر هو مونديال 2030 اللي غادي ينظموا المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. والسؤال الآن، واش كان قرار الجامعة بالانفصال عن وليد الركراكي صحيح؟ واش محمد وهبي قادر ينجح مع المنتخب الأول ويكتب صفحة جديدة في تاريخ أسود الأطلس، أم أن الضغط سيكون أكبر من المتوقع؟ شاركونا الآراء ديالكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الفيديوهات القادمة. وإلى اللقاء، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.